السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هنا من قناة يوميات هنا. هعمل معاكم النهاردة اكلتين حلوين جدا. هعمل رز بالفراخ بالبهارات البيضة. البهارات البيضة دي بتتجاب من عند العطار، حلوة جدا، هوريها لكم دلوقتي في المقادير. وكمان هعمل دبابيس بالخضار في الكيس الحراري. طريقة برضو كانت تحفة وطعمها حلو قوي. هتبقى بجد يعني جربوها تعجبكم. الخضار كنت عاملاه بطريقة حلوة قوي، صحية جدا، مش تقيل كده في الاكل، وبجد طعمه كان تحفة. يعني ممكن تعملوه في العزومات، جميل جدا. والرز كمان كان يجنن بالبهارات بقطع الفراخ. ده شكلهم النهائي. يا رب الفيديو يعجبكم والطريقة كمان تعجبكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى باللايك ان شاء الله، وبالاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد في قناة يوميات هنا. يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو. هقول لكم على المقادير. انا معايا دبابيس، 4 دبابيس، غسليهم في الميه والخل كويس جدا، قعدتهم ربع ساعة. ومعايا جزر شرايح، بصل شرايح، وكمان طماطم شرايح، وبطاطس شرايح. والبهارات ملح، معلقة بهارات فراخ، ومعلقة توم باودر، ومعايا كاتشب. اول حاجة هعملها احط الخضار بتاعي كله على بعضه في بولة، وهحط له البهارات، اتبله كويس جدا جدا عشان عايزة طعمه يعني املحه كويس، وفي نفس الوقت يدي طعم حلو قوي مع البهارات بتاعة الفراخ. احط كمان الطماطم. انا حطيت، هعمل بطاطس، لو انتوا حابين اي نوع خضار تاني زي ما انتوا عايزين. وهحط الملح، اظبط الملح كويس جدا. احط معلقه بهارات فراخ برضو بتدي طعم حلو قوي للدبابيس بتاعتي او للفراخ زي ما انتوا عايزين. ومعلقه توم باودر. انا مش بحب احط التوم فريش قوي في التتبيله اللي زي دي. وهحط الكاتشب بالظبط حوالي 4 معالق كبار، بتدي لون حلو قوي للفراخ وكمان طعم مع البهارات اللي انا حطاها. جربوا التتبيله دي بجد كانت جميله جدا. احط شويه زيت وهقلبهم كويس جدا. هظبط الملح والتتبيله علشان لما احطها في الفرن على الفراخ تدي طعم حلو قوي مع البهارات اللي احطها كمان على الدبابيس. بعد ما هقلبها كويس جدا هجيب الدبابيس بتاعتي بعد ما نقعتها في الخل والملح والميه حوالي ربع ساعه. هجيبها واخرمها بالشكل ده عشان تشرب من التتبيله بتاعتي. كمان انا هعمل لها تتبيله تانية. هحط معلقه كاتشب ومعلقه دبس رمان كبيره وشويه ملح وهقلبهم كويس جدا، وهتبل بيهم الدبابيس تدي طعم حلو قوي للدبابيس وكمان لون. بعد ما تبلت الفراخ والخضار هجيب الكيس الحراري واحطه في صينيه، واحط نص كميه الخضار، واحط الدبابيس في النص ما بين الطبقه الاولى للخضار والطبقه التانية او الكميه التانية اللي انا حطاها. واحط بقى بقيه الخضار علشان عايزه الخضار والفراخ يشربوا من التتبيله ويبقوا طعم بجد. هتجربوا الطريقه حلوه جدا. الفراخ طعمها حلو قوي وكمان الخضار، ومش تقيل، مش متسبك جامد، لا خفيف وطعمه حلو قوي. جربوا الطريقه دي، ممكن حلوه قوي في العزومات، ممكن تعملوها في اي عزومه هتبقى حلوه قوي بجد. هتبقى طعمها حلو وشكلها حلو. هسيب الفراخ والخضار حوالي ساعه في التتبيله عشان يبقى طعمها حلو.
هربط الكيس كويس جدا جدا علشان لما احطه في الفرن ما يتفتحش مني. هسيبها في المطبخ ساعة عشان تتبل كويس معايا او اكتر لو حابين، لو عندكم وقت يعني. وهولع الفرن بعد ما حطيت الخضار والفراخ ساعة في التتبيلة. هجيب كيسة، انا اسفة، هجيب السكينة وهخرم الكيس بتاع الكيس الحراري علشان لما احط المية اللي خرام دي يدخل فيها مية فتطيب الفراخ والخضار بتاعي. هكون مولعة الفرن حوالي يعني احط نص الصينية مية او ربعها كده. عبال ما الفراخ ما تطيب هعمل معاكم الرز بطريقة حلوة جدا. دي بهارات بيضة، دي اسمها بهارات بيضة، بتجيب من عند العطار، بتدي طعم حلو قوي للرز. ومعايا بصلايه مبشوره، ونص كيلو رز بسمتي او اي نوع رز انتوا عايزينه، وقطع فراخ مكعبات. هعمل الرز بطريقه هتعجبكم جدا بجد، طعمه كان تحفه. هجيب حله واحطها على النار واحط فيها زيت وزبده. هبتدي اشوح البصله بتاعتي. هقلب البصله شويه، تقلبتين 3 بالظبط. انا مش عايزاها تبقى غامقه، انا عايزاها تبقى يعني واخده لون بسيط قوي. بعد ما قلبتها شويه هاجي احط الفراخ برضو لغايه ما تتقلب معايا شويه برضو. جربوا الرز بالطريقه دي، طعمه كان روعه بجد، كان حلو جدا. بعد ما قلبته شويه هحط كمان الرز ياخد برضو يعني تقلبتين 3. انا غسله الرز كويس جدا، لو عايزين تحطوا رز عادي زي ما انتوا عايزين، انا حطيت البسمتي. هقلبه شويه قبل ما احط الميه او الشوربه بتاعتي في الفراخ وفي البصله. زي ما قلت لكم انا هعمله بالبهارات البيضه، هي اسمها بهارات بيضه، بتتجاب من عند العطار. هي بتتعمل للرز مخصوص يعني، بتديله طعم حلو قوي، عامله زي الملح. بعد ما قلبته شويه هحط الميه بتاعتي اظبطها كويس جدا. وهحط معلقه كركم كمان عشان تديله لون، بس مش هكتر قوي، انا عايزه لونه يبقى فاتح. واحط البهارات البيضه اللي انا قلت لكم عليها، ده شكلها هي الكاميرا مش مبيناها قوي، هي عامله زي الملح بس كبيره شويه. وهقلبها كويس جدا. طبعا هحط الملح بتاعي واظبطه، وهسيب الرز لغايه ما يتشرب معايا. هقراه لكم بعد ما يخلص. بجد جربوه كان جميل جدا. بعد ما الفراخ ما طابت افتحها بقى كده، هوريكم شكل الفراخ. كانت حلوه قوي قوي قوي، والخضار بجد كان حلو قوي، طعمه كان حلو جدا. والفراخ كمان شربت مني التتبيله بجد، كانت حلوه قوي، عجبتني جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جربوها بجد في العزومات، هتعجبكم جدا جدا وهتعجب الضيوف وليكوا طبعا. يعني في رمضان ممكن تعملوها حلوه قوي مع الرز اللي انا عملته. بجد الاكلتين كانوا مجننوا. ده بقى شكلهم النهائي، ده شكل الرز بعد ما خلصته. حطيته في طبق التقديم، شايفين شكله عامل ازاي؟ وطعمه بقى بجد كان جميل جدا. جربوه وقولوا لي واكتبوا لي في التعليقات، بجد هيعجبكم. والفراخ بالخضار كمان كان طعمهم حلو قوي. الخضار شرب من التتبيله والفراخ كمان، وبجد كان طعمهم حلو قوي قوي. ده شكلهم النهائي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم بقى يا ريت بقى متنسونيش بالتعليقات الجميله منكم، وكمان اللايك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد في قناه يوميات هنا، والشير طبعا. ان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي.
فيديو جديد، ويا رب الطريقة بتاعت الفراخ